وسهلا ومرحبا بكم في قناة فام كويزين. اليوم عاود وليت لكم وصفة جديدة اللي هي كفتة القنونة. نبداو لهن مع بعض تحضير الوصفة. اول حاجة راح نبداو لهنا باللوز. هنا درت استعملت 350 غرام لوز يكون رطب مع 250 غرام من سكر بودرة اللي هو سكر كلاص. انا بالي لهنا بالكمية لازم الكمية الباداموط يكون متساويه ما بين اللوز والسكر. هنا نقص برك الحلاوه. تقدروا ديروا 350 غرام لوز و 350 غرام سكر كلاص. اول حاجه حنغربلوا لهنا السكر تاعنا كما راكم تلاحظوا. نخلطوا السكر مع اللوز، نضيفوا لها نصف ملعقه من الزبده ولا نديروا ملعقه صغيره من الزبده. نضيفوا لهنا ثاني ملعقه صغيره من الجلوكوز. انا استعملت لهنا كميه صغيره مش كميه كبيره كما راكم تلاحظوا. دوكا بعد ما رايحين حطينا المكونات هذوك رايحين دوك نستعملوا الملون. انا الملون حنحطو في صحن صغير كما راكم تلاحظوا. استخدمت اللون الوردي. حنضيفوا لهنا كميه من ماء الزهر، ماشي حنحطو ديريكت، حنديرها هذه الطريقه. نخلطو كامل ونحطو اللوز تاعنا. نخلط المكونات ونجمعوه بماء سعيده. هنا الماء ماشي حنحطوه كميه كبيره، نحطوه بالتدريج ونلمو. ها ولو ساعنا كيتجمع لنا نحطوه يرتاح. بعد ما هو يرتاح راح نحضروا الحشو تاعنا. الحشو تاعنا عندنا لهنا 50 غرام من النستليه مع 50 من القشده. حنحطوهم على النار. بعد ما توصل 7 دقائق حنطفيو عليه، يعني ماشي حنخليوه مده طويله، 7 دقائق نطفيو عليه. بعد الخيط تاعنا ما فاتنا 7 دقائق كما قلت لكم، حنديروا في السباتيو كي درنا الخط هذا يعني راه واجد. حنضيفوا لهنا كميه من الشوكولا مقدار 150 غرام من الشوكولا. يعني تقدروا تستعملوا لهنا شوكولا سوداء ولا حليب ولا البيضاء، يعني اللي تحبوا نتوما. انا استعملت لهنا شوكولا تاع الحليب. ونضيف لها كميه من المكسرات حوالي 100 غرام. هنا درت خليط من النوازيت والجوز. النوازل تاعنا والجوز مكسرات تاعنا كنت كسرتهم ماشي رحيناهم باش يقعدوا لنا الحبيبات تاعهم. هنا بعد ما كملنا الخليط تاعنا وجمعناه مليح مليح حنحطوه في صحن يبرد لنا. بعد ما يبرد رايحين نشكلوهم الحبات تاعنا. بعد ما بردوا لنا الحبات تاعنا كيما راكم تلاحظوا انا شكلت الحشو تاعنا الكريات الحشو تاعنا 20 غرام والكريات تاع اللوز درتها 60 غرام. هذه هي الحبات تاعنا. دوك ندير لكم تشكيلها. انا استعملت الموس هذا تاع القرنونه. واش راح نديروا؟ حنفتحوا الحبات تاعنا كيما راكم تلاحظوا ونحطوا الحشو تاعنا لداخل. انا هاد الكميه اللوز 350 غرام الكميه تاعها خرجت لي 10 حبات. تقدر تلحق لكم الكميه الى 12 حبه، يعني 350 ما بين 10 حبات و 12 حبه. كما قلت لكم نحطوا الحبات الحشو تاعنا في الحبات تاع في الباطا مود تاعنا كما راكم تلاحظوا. حنشكلوها على شكل على شكل كريه ونحطوها في المول القرنونه. يعني المول القرنونه راهو يتباع متوفر. قبل ما نحطوها في المول القرنونه واش راح نديروا؟ حنجيبوا لهنا لاكري تاعنا كما راكم تلاحظوا ونديروها نغبروها في الحبات تاعنا. يعني ماشي حنديروا كميه كبيره، حنديروها كميه صغيره. هذا هو المول تاع القرنونه اللي كما قلت لكم راح نستعملو، راهو يتباع متوفر في المحلات. واش راح نديرو؟ حنجيبو النكهه تاعنا كما راكم تلاحظوا. حنطليو الحبه تاعنا، يعني ماشي حنديرو كميه بزاف حنديروها شويه ونحطوا الحبه تاعنا في المول. يعني دي الطريقه ونضغطوا عليها ما نخليوهاش بومبي من الفوق.
هذا هو شكل الحبه كما راكم تلاحظوا. انا زينتها بهذا الورود كما قلت لكم. دوك نحط لكم صاحبه صناعه الورود في صندوق الوصف. يعني انا خدمت عندها الورود تاع الحلوه العيد من عندها، لي موديل كامل تصيبوهم عندها. هذا هو. انا واش راح ندير دوك، نعاود ندير لكم الحبه الثانيه باش تشوفوا كيف خدمتها. يعني طريقه سهله، الفيديو يوضح لكم كلش. كما قلت لكم اي استفسار او اي معلومه بعثوا لي في على الانستغرام ولا اكتبوا لي في لي كومونتير نجاوبكم. كما راكم تلاحظوا هذا هو شكلها. انا واش راح ندير نكمل الحبات اللي بقاو لي. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم، ونتمنى تجربوها في امان الله في وسط ان شاء الله.